وثيقة توصلت بها أثناء احتفال اليوم العربية، وهي وثيقة البيان الختامي للمؤتمر 12 الذي عقد بالرباط 1974 وحضره كل قادة دول المغرب. البيان موقع من طرف الراحل بورقيبة، هواري بن القذافي رحمه الله، الحسن الثاني، وأيضا الرئيس السابق لموريتانيا في العصبة. الفقرة نعم مختار البلد. المادة 17 تؤكد وهذا وقع عليه الرئيس الجزائري السابق أن الجزائر وكل الدول المغاربية ستقف مع المغرب في استرجاع الصحراء. هذه الوثيقة موقعة من طرف القادة المغاربيين. هذا مؤشر بأن التطور المعاكس الذي وقع ما بعد 75 كان في أطراف خارجية. المعطى الثاني هو أيضا رجعت إلى خطابات الراحل بومدين. حاولت أن أبحث في بعض المفاهيم الآن المتداولة في الخطاب الإعلامي السياسي وتقرير المصير، الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية، الاستفتاء. لم أجد ولو مفهوما في أي وثيقة عربية أو دولية أو حتى إقليمية تستعمل أي مفهوم من هذه المفاهيم، أو إن المعجم الذي الآن هو متداول وتستخدمه الجزائر وأيضا الكيروبي هي مفتعلة من بعد 1975. هناك واحد الرقم مهم ديال لو جورنال لو موند مهم جدا صادر 1969. داروا معاه واحد لونتروتيان مع لونسيان بريزيدون مسيو ديال بومدين. قال اون فرونسي انا جو بو تاتي افيك je soutiens le Maroc et je suis avec le Maroc pour occuper son territoire occupé par l'Espagnol. هذه جملة موجودة موثقة في الجورنال لو موند، مما يعني هذا أن ما وقع من تحول في الموقف الجزائري من بعد 75 لم يكن يعني مرتبطا بإرادة داخلية جزائرية، ولكن بإرادة يعني أيضا خارجية تدخل ما نسميه بالحرب الباردة. النقطة الأخيرة التي أتوقف عندها هو أن القارئ لكل قارة مسلم وأيضا لتقارير الأمم المتحدة يجد كلمة التوافق، الحل التوافقي، الحل السلمي. وهذا ما يعني أن المغرب منذ 2007 حينما قدروا المشروع الحكم الذاتي فهو التزم بشكل ومضمون كل قارات وتقارير الدولية. وهذا إذن مكسب أساسي، لأنه دائما المغرب لم يفرض يعني موقفه بالقوة أو بالعنف، بل قال نتفاوض على كل شيء إلا باستثناء ما هو يعني خاضع لكل الدول على مستوى السياسي. العكس الجزائر تطرح طرحا آخر متطرفا خارج القانون الدولي، الشرعية الدولية، ويتعارض حتى مع تقارير وقرارات مسلم، وهو تقرير المصير. مما يعني هذا أن اليوم المغرب، وهذا أيضا قاله الخطاب الملكي مؤخرا، وهذا خطاب العرش، وأيضا خطاب ثورة الملك والشعب، وأيضا خطاب المسألة الخضراء، هو أن المغرب حينما يتفاوض، وهذا أيضا نتمنى من الإعلاميين أن نستثمره، وأن المغرب لا يتفاوض على يعني على صحراء، يتفاوض على إيجاد حل خارج العنف، خارج تقرير المصير، هو إطار وإطراح حكم الذاتي. النقطة الثانية أيضا التقرير الأخير أكد أن مشروع الحكم الذاتي يبقى إطارا
ربما أنه لكل الأطراف وليس طرف معين. إذا المغرب اليوم قضية الصحراء حسمت لأنه قضية عادية. الآن المغرب نحن في مسيرة أخرى، وأعتقد هذه الرسالة التي تضمنها خطاب السنة الماضية أي الذكرى 46، وهي أن المغرب اليوم ذاهب في مسيرة أخرى، مسيرة تنموية، وهو الآن مناطق الصحراء المغربية، ومسيرة أيضا ديمقراطية، حيث أن الانتخابات الأخيرة تثبت دائما بأن الشرعية لسكان الصحراء تؤثرها انتخابات، وهذا ما يفسر أن أعلى نسبة المشاركة تكون في المنطقة. على كل الاحتفال اليوم بهذه الذكرى وفي عيون من طرف مجموعة من الزملاء تؤكد لنا أن المغرب هو دائما مع الشرعية الدولية، مع القانون الدولي، وبأنه لا يمكن مهما طال الزمن أن يعيد تاريخ إلى ما قبل 65. بصفة عامة نشكر الإخوة العرب الحاضرين ونتمنى لهم أن يكونوا سفراء لما شاهدوه من تنمية حقيقية. وبين المغرب ليس له أي مشكل مع الجزائر. فإذا كانت أزمة الصحراء عند الجزائر أزمة نظام، ففي المغرب قضية الصحراء هي قضية شعبي ومدني.